السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيوات حنان أم البنات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. وصفة اليوم غتكون عبارة على فطائر اللي سهلة في التحضير ديالها. فطائر محشية يمكن لك تحضريها للعشاء وحتى للغوتي بواحد العجين اللي سحري بدون اختمار وبدون دلك. يمكن لك تحضريهم في دقائق او في اخر لحظة. صراحة هادو هما الفطائر اللي يستاهلوا نقولوا عليهم الفطائر الذهبية، بواحد الحشوة اللي معلكة ولذيذة بزاف بمكوناتها بسيطة. مستحيل تجربيهم وما تعاوديهمش، من اروع واشهى ما يمكن لك تحضريه. كنتمنى ان شاء الله تبقاو في الفيديو من الاول حتى الاخير باش نشرح معكم الوصفه. وما تنسونيش باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. ومرحبا بكم من جديد. الناس اللي انضموا ليا من جديد مرحبا والف مرحبا، وحتى البنات اللي معايا من بدايه القناه كنقول لكم شكرا بزاف والله يخطيكم على التشجيعات ديالكم والبارطاج ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. وقبل ما نبداو الفيديو قبل ما ندوزو نكملوا او نبداو الفيديو نصليو على النبي. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونبداو بسم الله. الاول غنبداو بالحشوه اللي هي عندي هنايا صدر الدجاج مقطع مكعبات صغيره، عندي ايضا بصله مشلضه، وعندي واحد الجزره محكوكه، وعندي ايضا واحد الكروجيت او القرع حتى هو محكوك، او القرعه الخضراء حتى هي محكوكه. يعني عملت حبه ديال الجزر وحبه ديال القرعه، حكيتهم في حكاكه رقيقه كيف قلت لكم مع بصله متوسطه مشلضه، وصدر الدجاج حتى هو مقطع مكعبات صغيره. هادشي كله عملته في مقله مع شويه ديال الزويته بلديه، وكنخليهم فوق البوطه كيتشحروا ليا تماما. يعني احسن ما نشحر كل حاجه نشحرها بوحديتها، يعني جمعت كل شيء في واحد المقيله هكا كنربح الوقت والحشوه كتجي لذيذه وكتجي زوينه. صافي كما كتشوفوا دائما بالتحريك المستمر باش ما تلصقش ليا الحشوه في المقيله وتحرق. يعني دابا وساعه كنحرك فيها. صافي هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما نزلات ليا البصله ودوك الخضار بداو كيطيبوا، غادي نضيف عليهم التوابل اللي هما القليل من الملح والقليل من الزنجبيل، وايضا القليل من الكمون، وايضا القليل من الابزار. يعني هادو هما التوابل اللي استعملت في هذه الحشوه هذه. كنخلط هاد المكونات هادو او هاد التوابل مع الحشوه باش تنسجموا ليا في الحشوه، ويعني تشربهم ليا هاد الحشوه هادي. هنايا نسيت ما ضفت معكم الزنجبيل، عفوا الخرقوم، ضفت منه معلقه صغيره. يعني قلت لكم التوابل ولكن ما قلتش لكم الكميه. استعملت نص معلقه من كل حاجه ما عدا الابزار، عندي شويه حار يعني عملت راس معلقه فقط. صافي من بعد ما حركت الكل هنايا ضفت عليهم الجبن المثلث كما كتشوفوا. يمكن لكم تستعملوا الفرماج المحكوك. هنايا انا ضفت الفرماج المثلث 3 قطع. صراحه هذا الفرماج هذا هو اللي كيخلي لينا ديك الحشوه تعلك وكتجي معلكه والمذاق ديالها ولا اروع. صافي كنخلط هاد الحشوه هذه حتى باش يذوب ليا داك الفرماج وما يبقاش هكاك طريفات باينين. يعني كنحركها دابا وساعه باش ما تحرقش ليا الحشوه وتلصق ليا في المقله كيف قلت لكم. واخر لحظه يعني اخر لحظه كنضيف الزيتون وكنطفي العافيه، كنحرك هكا ونخليها على جنب وندوزو نوجدو العجين. كما كتشوفوا سبقنا بالحشوه الاول حيت العجين ما كيختمرش وكيوجد بكل سرعه. يعني كنسبقوا بالحشوه الاول باش نخليوها تبرد عاد كندوزو للعجين. هنا كما كتشوفوا عندي الدقيق، عملت 4 كؤوس من الدقيق، عملت معلقه كبيره من السكر سنيده، ومعلقه من خميره الخبز، والقليل من الملح. هنايا غادي نضيف بيضه، ما غاديش نضيفها كامله، الاصفر غادي نحتفظ به للدهن والابيض غادي نضيفه للعجين. صافي يعني كنخلط هاد المكونات وكنضيف عليهم نص كاس ديال الزيت النباتيه. صافي كنخلط هاد المكونات هادو
يعني باش تبسس ليا دوك المقادير، وعاد كنضيف الماء بالتدريج شويه بشويه وانا كنخلط. يعني غير كنخلطهم ما كنعجنوش. كيف قلت لكم هاد العجين ما كيحتاجش العجن ولا الاختمار. صافي هانتوما كيف كتشوفوا انا عبرت الدقيق عبرته بكاس ديال العنبه، وحتى الماء ضفتو حتى هو عبرته بكاس ديال العنبه. يعني الكاس الاول خدا ليا الكاس الاول، الكاس الثاني كنضيف فيه غير شويه بشويه. صافي هانتوما كيف كتشوفوا العجين ها هو كيكون رطب بحال هكا، ما خصوش يكون قاصح وما خصوش يكون مطلوق. صافي هنا كما كتشوفوا غادي ندهنو هكا شويه بالزيت، وغادي نخليه غير ما بين جمع طاوله العمل. صافي هانتوما كيف كتشوفوا العجين من بعد ما خليته غير شويه ما بين جمع طاوله العمل، قسمت العجين الى كواي جوج كرات. يعني غادي نبسط الاولى ونخلي الاولى الثانيه من بعد. صافي هنا كما كتشوفوا كنحاول انني نبسطها، وكنحاول انني نعطي ليها الشكل مستطيل باش تقاد ليا العجين فاش نقطعها يعني مربعات، تسهل عليا وما نضيعش بزاف ديال العجينه. يعني فاش كنكون كنبسطها ونساويها ما نضيعش بزاف ديال العجينه. صافي كندير هكا رشه خفيفه ديال الدقيق، ما تكثروش من الدقيق باش العجين ما يتشربش لكم داك الدقيق وتقصح لكم العجينه. صافي هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما بسطتها هكا شكل مستطيل، كنجيب هكا قطعه ديال البيتزا وكنحاول انني نساويها. يعني كنقطعها هكا دوك الزوائد اللي كيكونوا عوجين، يعني باش نشكلها هكا واحد القطعه اللي هي مستطيله. صافي هنايا كنقسمها الى نصفين، وكنحاول انني نقسمها الى 4 قطع او 3 قطع. يعني خاصكم تقطعوها شكل مربع باش الفطائر يجيوكم مقادين وشكل اللي هو بحال يعني ماشي شي كبير شي صغير. صافي هنايا كندير الحشوه في الوسط، الحشوه اللي حضرنا من قبل. كيف قلت لكم ضروري ما اننا نوجدوا الحشوه الاول عاد كندوزو نوجدوا العجين، حيت الحشوه خصها تبرد باش ما تضيعش لينا العجين ويقطع لينا العجين. وكيف ما كتشوفوا العجين راه دغيا كيوجد، يعني غير كنعجنوه وكنخدموا به مباشره. صافي من بعد ما شكلت او عمرت هاد العجين هكا بالحشوه، كنحاول انني نرجع ليه النصف ديالو بحال هكا باش يتشكل معايا شكل مثلث. الطريقه راها باينه والفيديو شارح راسو براسو، يعني ما نحتاج انني نشرح اكثر. كما كتشوفوا كل شيء باين وكل شيء واضح. كيوجدوا بكل سرعه صراحه، ما كياخذوش لينا شي مجهود كتير ولا شي عناء. صافي كناخذوا هاد الفطائر هادو كنقلبوهم على الوجه اللي كان لتحت، كنرجعوهم للفوق وكنبسطوهم هكا الجوانب ديالهم باش ما يتحلوش لينا اثناء الطهي. انتما كيف كتشوفوا كندوز عليهم، يعني كنضغط عليهم هكا بالاصبع باش ما يتحلوش ليا. هنايا كنجيب هاد الغلاف هاد الغلاقه هذه ديال الستيلو، وهنايا واحد السكين، وكنحاول انني نضغط وكنجر عندي بالسكين. هانتوما كيف كتشوفوا الطريقه راها باينه وواضحه. نعاود معكم وحده اخرى. كنجيب داك الغلاف ديال الستيلو او القلم. صافي كنضغط بحال هكا وكنجر بالموس يعني او السكين. هانتوما عطاني هذا الشكل هذا. الصراحه واحد الشكل اللي كيكون زوين وبسيط وسهل وكيعطي واحد الجمال ديال هاد الفطائر هادو. انتم كيف كتشوفوا كنعاود معكم وحده اخرى. يعني كنضغط هكا بالقلم وكنحاول يعني بداك السكين بحال اللي كنجر لعندي. يعني الطريقه راها باينه الصراحه وكل شيء موضح في الفيديو. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنكمل العجين اللي عندي كلهم، وغادي نستفهم في الطاوله اللي غادي تدخل الفران ونتلاقاو. وها هما الفطائر ديالنا من بعد ما كملتهم. هانتوما كما كتشوفوا استفتهم في واحد الطاوه اللي فرشت لها ورق الطبخ. صافي كنجيب واحد السكين هكا اللي كيكون ماضي وكنفلحهم هكا على شكل مائل هكا للتزيين فقط وباش ما يطرطقوش لكم. صافي هنايا هذاك اصفر البيض اللي خليته يعني في الاول ضفت عليه شويه ديال قهوه سريعه الذوبان. اللي عندكم صويا صوص حتى هي ضيفوها. كندهنهم بحال هكا وكرشهم بالجنجلان وندخلهم الفران. من بعد ما دخلتهم الفران وطابوا وتحمروا ليا واللون ديالهم جا ذهبي
وجا جميل واحد الشكل اللي ما نقولش لكم رائع مغاير على المملحات اللي كنصايبو دائما. واهم من هاد الشيء هذا ساهلين وكيوجدوا بكل سرعه، ما كياخذوش لينا شي مجهود كتير ولا شي عناء ولا شي اختمار اللي يعني اننا نعكزوا ليهم خصها العجينه تختمر بزاف ولا لا. صراحه اسهل ما يمكن لك تحضريه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه، اللي صراحه كندخل كنقرا التعاليق وكيعجبني الحال وكنفرح بزاف. وشكرا للبنات اللي كيبارطاجيو القناه ديالي، شكرا لكم بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله الفيديوهات ديالي يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم وتكونوا كتستافدوا منهم. هنايا كيسالي الفيديو ديالنا ان شاء الله الى فيديو مقبل بحول الله. واللي بغيت نقول لكم هو الا كنتوا باغيين شي وصفه، حبيتوا شي وصفه ولا عندكم شي تساؤلات على شي وصفه، خليوا لي التعاليق ديالكم ان شاء الله نجربها معكم ونخلي لكم التعاليق. مع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.